السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أنا عبد الرحمن ودي قناة مهتمة بالبرمجة. إن شاء الله في الفيديو ده هيكون بمثابة شوكيس بسيط لبروجكت أنا كنت شغال عليه. البروجكت ده مستواه انترميديت متوسط، مش ادفانسد ولا بيجنر، الناس اللي عايزة تمارس يعني. فخلونا من غير مقدمات كده نبدأ في الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله. ده التيرمينال بتاعي. للناس اللي ما تعرفوش، ده راب، مش التيرمينال الطبيعي او مش التيرمينال الديفولت بتاع الجهاز يعني، عشان طبعا ده مزود بأداة AI فبيساعدني في الكومنتس من غير ما أكون بتعب فيها. الحاجة التانية، أنا برن السيرفر بتاعي عن طريق دافني للناس اللي ما تعرفوش، عشان مش هينفع رن عن طريق السيرفر بايثون العادي أو اللوكال سيرفر بتاع بايثون العادي، لأن أنا بستخدم ال ASGI عشان أرن من خلاله. وده هنتطرق له أنا ليه عملت ده بعدين، لأن في جزئية لها علاقة بالشات والويب سوكت. حتى لو أنت ملاحظ هنا الويب سوكت راوتس، جايب لي الويب سوكت راوت اللي أنا كنت بستخدمه في ملف الراوتنج بتاعي. فمن غير دخول في تفاصيل دلوقتي ملهاش أي لازمة، خلينا ناخد اللينك كوبي وندخل على طول على المتصفح ونفتح جست مود. في حاجة مهمة جدا لازم تبقى بتعملها وأنت بترن السيرفر بتاعك. لو انت عندك static files وكده، حاول تلغي موضوع الكاش فايلز. يعني لو انت دخلت هنا مثلا كده وتبدأ تنسبكت وتمنع، تدخل على نتورك وتمنع تعمل disable كاش دي، عشان دي مهمة أوي وانت شغال. ما لو انت يعني بتعدل في ملفات الاستاتيك وكده وبتعمل ريلود كل شوية، ما يبقاش بيكايش فايلز عندك أو ما يبقاش بيكايش للويب سايت بتاعك. تمام، دي الواجهة الأولانية بتاعة تسجيل الدخول للبروجكت بتاعنا. فعشان نمارس الموضوع صح، عايزين نفتح كمان واحدة أو كمان تاب، نفتحها في تاب لوحدها ونعمل انتر. خلينا نسبلت هنا وخلينا نسبلت هنا وخلينا نشد ده تحت وخلينا نشد ده تحت. تمام كده، أنا عندي تو بيجز. أنا المفروض أفتح كمان واحدة، بس لما نحتاجها نفتحها. طيب المفروض دي الواجهة الأولانية اللي بتبقى عندي. لو أنت يوزر أو عندك حساب بتعمل لوجن من خلال اليوزر نيم والباسورد، ولو أنت ما عندكش حساب بتعمل ريجستر. فخلينا على سبيل المثال نعمل ريجستر ونشوف الفانكشناليتي بتاعت البروجكت شغالة صح في عملية الريجستريشن ولا لأ. هنكتب النيم وليكن مثلا عبده، أو بلاش عبده عشان أعتقد كان في يوزر اسمه عبده. بالمناسبة خلينا نشوف اليوزرز الموجودين عندنا عشان نعرف نتجنب صح. هندخل مثلا على الأكونت ده، خلينا ندخل على اللينك ده. اوكي، بس خلينا نمسح الباس ده ونخليه ادمن وندخل. كويس قوي، ده الراجل سجل معايا دخول على طول. ممكن عشان انا كنت مسجل دخول قبل كده. اوكي طيب، عندي اليوزرز، ممكن ادخل على اكونتس عند اليوزرز هنا. هذه اليوزرز دي كلها موجوده. فخلينا مثلا، انا عندي عبده وعندي يوسف وعندي تيست وتيست 1 وتيست 2 وتيست 4 وهكذا. طيب خلينا نعمل اكونت مثلا، نسميه علي. اوكي، ونعمل اليوزر نيم بتاعه علي برضه، والايميل بتاعه نخلوه علي. في حاجة مهمة جدا حلوة، حتة الايميل فاليديشن، ان هو بيفاليديت اذا كان الايميل فيه علامة ات ولا لأ، عشان يكون يعني ايميل او لأ. الباسورد انا عملته علي وعلي. فخلينا من غير ما نكتب @gmail.com نعمل ساين اب. اوكي، بيقول لي please include an ad in the email address. فخلينا نكتب @gmail.com ونتراي ان احنا نساين اب. بالفعل عمل معايا ساين اب، عمل معايا ريجستريشن، وفعلا كريت اكونت جديد وبيقول لي your account created successfully. الناس اللي فاهمه باك اند هتعرف الرساله دي بتتعرض ازاي. فدلوقتي المفروض ان احنا عندنا اكونت. لو عملنا ريفرش هنا في بيج الادمن هنلاقي فعلا في يوزر نيم عندي جديد وفي نيم عندي جديد اسمه علي. وبالتالي لو دخلت عليه جوه هلاقي ان الباسورد بتاعه معمول له هاشنج، ودي هنشرح احنا عملناها ازاي في الباك اند. والبروفايل ايمج بتاعته بتنضاف بشكل تلقائي وهعرفكم برضو. تمام، خلينا بقى اللوج ان للاكونت ده ونكتب مثلا اليوزر نيم بتاعه اللي كان عبده، والباسورد نخليه عبده برضو زي ما كان، ونعمل ساين ان. اوكي، عمل معايا ساين ان. تمام، انا ما كانش عبده، هو كان علي للاسف. انا اسف جدا. خلينا نعمل لوج اوت. او اوكي، احنا ممكن نحتاج ده، لا برضو مش هنحتاج. خلينا نعمل لوج اوت ونعمل لتسجيل الدخول لعلي مش عبده خالص. تمام، نعمل ساين ان. حلو، دي المفروض الصفحة الرئيسية. طيب ليه مش ظاهر حاجة هنا؟ ده هنشرحه دلوقتي. خلينا ناخد الهيد
أو الheader ونشوف فيه إيه. الheader عندي بيظهر لي هنا المفروض صورة البروفايل وجنبه اسم المستخدم أو الاسم بتاع الuser. فلو أنا ضغطت على الicon دي بتاعة البروفايل هيظهر لي my profile ويظهر لي log out. لو دخلت على my profile بيجي لي الواجهة دي. من خلال الname ممكن أعمل change للname بتاعي وأحدثه وأعمل save، وممكن أعمل change للإيميل بتاعي، وممكن أختار صورة بروفايل. فعلى سبيل المثال خلينا نختار صورة بروفايل جديدة غير الديفولت اللي هو حاططها دي، ونقول مثلا أي صورة أيا كانت. خلينا نخش على my photos عشان أوكي بلاش دي عشان يوسف ما يزعلش. خلينا في دي. أوكي ماشي تمام ونعمل save. اوكي بيقول لي البروفايل updated successfully. معنى كده ان البروفايل فعلا هو الراجل حط لي حتى الصوره باي ديفولت هنا على الهيدر او في الهيدر، بيعمل ريفرش تلقائي وبيحط لي صوره البروفايل مكانها. تمام كويس قوي. يبقى خلال صفحه البروفايل انا ممكن اعدل النيم وممكن اعدل الايميل ادرس. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت ممكن تكستمايز البيج دي زي ما انت عايز، يعني ممكن تحط فيرست نيم ولاست نيم، وممكن تعمل ريسيت باسورد، وممكن تعمل اللي انت عايزه. الموضوع بسيط جدا. لو ضغطت عليها تاني وعملت لوج اوت زي احنا ما شفنا قبل كده هيعمل لوج اوت معايا عادي. ودي طبعا الفانكشناليتي بتاعتها بتبقى مفهومه، ان انا بستخدم مثلا فانكشن لوج اوت بتاعت جانجو الديفولت، او ان انا بعمل لوج اوت لليوزر من خلال السيشن بتاعته. كويس قوي. خلينا نرجع للهوم. كويس قوي. المفروض ان دي الصفحه الرئيسيه مش ظاهر فيها حاجه ليه؟ هقول لك انا. البروجكت باختصار هو عبارة عن رومز بتتعمل من خلال المانجر. يبقى هي غرف بتتعمل من خلال المانجر. الغرف دي بيبقى جواها ممبرز، وكل ممبرز ليهم التاسكس بتاعتهم وليهم الشات اللي ما بينهم. ده المحتوى بشكل عام. طيب المفروض ان انا في الصفحه الرئيسيه يظهر لي ايه؟ طبعا لو انا لاحظت في بيجنيشن بيجيب لي عدد البيجز اللي هنا، وكل بيج بيتعرض فيها عدد رومز معين. المفروض ان يظهر لي هنا الرومز اللي انا جواها مش اي روم. طب لو انا مش في روم، هنا بقى بتيجي دور الادمن ان هو بيكون عامل اي دي لكل روم. طبعا مش هو اللي بيعمله، مانولي بيتعمل باي ديفولت بمثابه ان هو يكريت الروم. بيتعمل اي دي لكل روم تلقائيا. ممكن ياخد الاي دي بتاع الروم ده ويبعته لاي انجينير او الانجينيرز اللي عنده، ويبداوا ينضموا للروم من خلال الاي دي ده. ازاي بياخد الاي دي؟ خلينا مثلا نشوف اي روم هنا. ناخد مثلا هوم وندخل على رومز، وندخل مثلا على روم 1 وننزل لتحت هنلاقي حاجة اسمها الروم اي دي، ودي فانكشن بتكريت روم اي دي راندوملي في جانجو، طبعا بالشروط اللي انت بتحطها. فخلينا ناخد الروم اي دي ونحطه هنا ونعمل سيرش. كده جاب لي الروم. حلو. عشان انضم للروم لازم انا احط الروم اي دي هنا برضه، وبعمل سبميت وبينضم للروم فعلا. طيب لو انا عملت روم اي دي غلط، يعني كتبت اي روم اي دي وليكن الخزعبلات اللي احنا كتبناها دي، وهعمل سيرش، بيقول لي نو رومز with this ID. طبعا هو هنا المفروض يكتب لي الاي دي اللي انا كتبته، بس في مشكله عندي في التمبلت اعتقد، فاحنا هنحلها ان شاء الله يعني. ظهر لي اسم الانبوت او اسم الفاريبل، ما ظهرليش اصلا الفاليو بتاعته. يعني بدل ما يجيب الفاليو بتاعت الفاريبل راح حط لي الكلام اللي انت شايفه ده سعادتك. طيب يبقى ده لو انا دخلت روم اي دي مش موجود عندي في الداتابيز. طيب لو انا دخلت روم اي دي موجود عندي في الداتابيز هيظهر لي زي ما حصل هنا، الا وهو ان هو يظهر لي الروم، وان انا اقدر انضم للروم من خلال ان انا اكتب الروم اي دي واعمل سبميت. طيب ايه الشكل ده؟ الشكل ده اول حاجه عندي هنا علامه الجرس دي جنبها رقم 8. رقم 8 ده عدد الممبرز اللي موجود عندي في الروم، يبقى ده عدد الانجينيرز اللي جوه روم. طيب من خلال الثلاث شروط دول انا ممكن اعمل لوج اوت من الروم من خلال ان انا اكتب الاي دي بتاعها هنا، كنا واخدين كوبي هنحطه بيست على طول ونعمل لوج اوت، وفعلا عمل لوج اوت. يو ار اوت اوف ذا روم. حلو. هندخل في الروم تاني نعمل سيرش، وندخل في الروم تاني ونعمل سبميت. كويس قوي. هنا بيجيب لي تايتل وهنا الديسكربشن بتاع الروم. حلو. هنا التاريخ اللي اتكريتد فيه الروم. تمام. خلينا نعمل انتر ذا روم ونشوف الروم جواها ايه. كويس قوي. قبل ما ندخل جوه الروم خلينا ندرس حاجه هنا الاول، بس مش من خلال اليوزر ده، وهقول لك ليه. خلينا نسجل هنا مثلا بيوزر اسمه تيست وليكن، اللي هو اول يوزر عندي، وهقول لك ليه. لان ده اليوزر ده عندي ادمن او ده سوبر يوزر. فخلينا تمام. خلينا نريفرش البيج ونشوف إيه المشكله هنا. ماشي. هو تيست. ماشي. تيست وين ساين ان. كويس قوي.
يا ربنا ما يكونش حصل مشكلة. حصل مشكلة كويس ليه؟ لأن أنا فاتح بجست هنا وفاتح بجست هنا، فهو هيسجل بيوزر واحد في السيشن، أو هيسجل بيوزر واحد في نفس السيشن. كويس أوي. طيب خلينا نعمل هنا لوج أوت تاني. أوكي، أو خلينا بقى نفتح إيه أكونت تاني، يعني مثلا إلى الله ده الأكونت بتاع جابر. كويس، خلينا ناخد هنا ال URL. كويس، ماشي. مش هنسجل بعلي، هنسجل بتست، أو نعمل sign in. كويس، هو فعلا عمل سانكس. كده أنا عندي تيست وعندي تيست وعندي تيست، كده التيست ده ما عادش ليه لازمة. خلاص، ماشي. الراجل ده بقى كده احنا المفروض نسجل هنا يوزر تاني، وليكن مثلا علي اللي احنا كنا مسجلين بيه. فهنعمل لوج اوت ونسجل هنا مع علي. اوكي علي، ونعمل ساين ان. كويس، حلو قوي ده. حلو كده، ما عنديش مشكلة في تيست، وكده ما عنديش مشكلة في علي. حلو. يبقى أنا عندي روم واحد هنا وعندي روم واحد هنا. لو لاحظت هنا عندي علامة done وجنبها question mark، وهنا ما عنديش، دي اللي هي موجودة هنا ودي مش موجودة هنا. حلو، ده ادمن في الروم دي. تمام، لو دخلنا في الروم هنا كده هنلاقي 3 تابس. اول تاب فيها الممبرز، ثاني تاب فيها التو دو، ثالث تاب فيها الشات. كويس قوي. اول تاب اللي هي فيها الممبرز بيجيب لي عدد الممبرز، واول ممبر هو بيبقى الادمن، وبيحط لي جنبه تاج كده بيعرفني ان هو الادمن. كمان على مدار ما انا شغال بين الممبرز والتو دو شات، في فوق هنا بيكون في هنا اسم الروم، وبيكون فيه الممبر اللي هو الادمن فيها. كويس قوي، جميل جدا. حلو، خلينا نرجع بره ونشوف ايه اللي المفروض يحصل. يبقى انا عرفت ان تيست ده هو ادمن في روم واحد، عشان كده ظاهر لي علامه ضن دي معناها ايه بقى؟ دي معناها الادمن الوحيد هو اللي يقدر يقرر هل الروم دي اتقفلت، يعني هل التاسكس اللي فيها انتهت، هل البروجكت اللي فيها انتهى ولا لا. طيب لو انتهت ممكن يعمل ايه؟ ممكن يضغط على علامه ضن دي، وبالتالي بيتعلم عليها بضن، وما يقدرش اي حد تاني يدخل الروم. فلو عملنا ريفرش هنا هتتحول فعلا لضن هنا، ولو جيت ادخل الروم مش هعرف ادخل الا لو الادمن هنا اللي هو تيست عمل ريسيت للغرفه، بالتالي هيفتحها من جديد. فخلينا نعمل ريسيت، وفعلا فتحناها من جديد، ونعمل ريفرش من هنا، وفعلا علامه الضن اتشالت، واقدر ادخل للروم من جديد. طيب كويس، خلينا ندخل الروم من هنا برضه ونشوف ايه اللي المفروض يحصل. كويس قوي. يبقى انا هنا زي ما قلت لك عندي ممبرز، الممبرز دول بيكون فيهم الادمن اول حد، وجنبه علامه الادمن، وجنبه كلمه ان هو ادمن، وكمان بيكون في اسم الروم فوق والممبر اللي هو ادمن في الروم دي. كويس قوي. تاني تاب بتبقى تو دو. كويس قوي. التو دو بيكون فيها 3 تابس. هو المفروض بيكون في خانة هنا، بس هوضح لك ليه هي مش ظاهرة وهتظهر فين. فبيكون في 3 تابس. الاول دي اللي فيها الاول تو دوز او الاول تاسكس اللي عندي، والاكتف ودي اللي فيها الحاجات اللي لسه ما اتعملتش او التاسكس اللي لسه ما اتعملتش، وفيها الكومبليتد اللي هي بيكون فيها التاسكس اللي اكتملت او اللي اتاسايند از كومبليتد. طيب الاكتف بيكون فيها زي ما قلنا اللي لسه مش اسايند. تمام. المفروض ان انا بستخدم هنا جافا سكريبت عشان الانتراكتيفيتي في الويب سايت. طبعا زي ما انت فاهم في حته ان انا اعلم على جو تو جيمي مثلا دي، او على تاسكايه معينه ان هي كومبليتد من غير ما يرفرش البيج، او من غير ما يعمل فول بيج ريلود، يبدا يعلمها ان هي كومبليتد فعلا، ويتغير في الباك اند. وده طبعا بيعلمنا ازاي نتعامل مع الفيتش، او ازاي من خلال الاند بوينتس ان انا افتش فانكشن معينه في الباك اند من خلال الجافا سكريبت، عشان اعرف انفذ الفانكشن اللي انا عايز اعملها هنا، الا وهي ان هي تحول التاسكايه دي من not completed ل completed، يعني تحولها من completed من is completed او من is done ب false تحولها ل true. كويس أوي، تمام. طيب إيه بقى الجزء اللي مش موجود هنا وموجود هنا؟ لاحظ معايا دايمًا إن الجزء اللي هنا هو الadmin في الroom. أنا فاتح لك واحد admin في الroom هنا، وواحد مش admin في الroom عشان أوريك الفرق بينهم. كويس، لو أنا عملت refresh، خلي بالك جو تو جيم دي ما كانتش معمولة completed، عشان أأكد لك أو عشان أثبت لك إن هي شغالة في الback end مضبوط. لو أنا عملت refresh هنا المفروض إن هي تتعلم عليها completed. continue، هتروح للتو دو، وبالفعل لقيت ان جو تو جيم معمول عليها completed، واتنقلت فعلا ل completed، واتشالت من الاكتف. كويس قوي. في بارت هنا ظهر لي بتاع الفورم اللي فيه add task. حلو. نيو تاسك ما بيظهرش الا للادمن، يبقى الادمن الوحيد هو اللي بيقدر يضيف التاسكات، مش حد تاني.
لكن اي ممبر في الروم عادي ممكن يعلم على تاسكايه ان هي مكتمله، وده طبيعي جدا لان انا لو شغال مع انجينيرز شغالين على بروجكت معين، فكل انجينير بيكون ليه عدد تاسكات معينه وبيكون عارف التاسكات بتاعته، فممكن بعد ما يخلص التاسكيه بتاعته يكون عامل عليها ايه، اساين كده زي هالو وورلد دي، ممكن يكون عامل عليها اساين. طيب لو هو ادمن ممكن برضو يضيف تاسكايه جديده، فخلينا مثلا نقول تاسكايه زي ايه مثلا جو او كول مother. كويس قوي، ونعمل اد. بالفعل هو ضاف التاسكية هنا، والمفروض إن هي انضافت في الأكتف كول ماذر وما انضافتش في الكومبليتد. كويس أوي. يبقى أنا لو عملت ريفرش هنا عشان أتأكد برضو إن اد تاسك الفانكشن بتاعتها شغالة مظبوط وإن هي بتنضاف في الداتابيز، هنعمل كونتينيو وهعمل هاجي على التو دو، هلاقي فعلا إن في تاسك انضافت في الآخر، فعلا هي لسه أكتف مش كومبليتد. كويس أوي، جميل جدا. حلو، ده بالنسبة لجزء التو دو. طيب جزء الشات، وده أهم جزء إن شاء الله، لأن الموضوع كان فيه شوية حاجات جديدة، اتعلمت إزاي أتعامل مع الكونسيومر وإزاي إزاي أعمل الراوتنج أو ملف الراوتنج عموما بتاع الويب سوكت، وإزاي تفتح اوبن كونكشن ما بين كل الكلاينتس في السيرفر في نفس الوقت، بحيث لما تبعت رسالة هنا ما يضطرش التاني يعمل ريلود عشان رسالتك تظهر له. نحاول نبعت رسالة ونكتب hello I am test، هيقول انتر. الراجل بعت هنا رسالة بيقول فيها hello I am test، المفروض إن هي ظهرت هنا immediately في أو عند اليوزر التاني أو عند الكلاينت التاني. كويس أوي. طيب لو ده مش موجود، لو أنا ما عنديش حتة الويب سوكت أو الكونسيومر أو إن أنا أعمل اوبن سيرفر ما بين كل الكلاينتس في نفس الوقت على نفس السيشن، إيه بقى اللي بيحصل؟ بيحصل المفروض إن لما أبعت رسالة هنا من عند اليوزر ده أو من عند اليوزر ده، عشان اليوزر ده يظهر له رسالة اليوزر ده اللي اتبعتت دلوقتي لازم يعمل ريفرش للبيج، وبالتالي هو أصلا مش هيكون عارف هل هو بعت رسالة ولا لأ. فانا عشان اخلص من القصه دي كلها، الناس سهلت علينا وقالت لنا ان احنا ممكن نفتح نعمل اوبن كونكشن ما بين في السيرفر ما بين كل الكلاينتس على نفس السيشن، واقدر او على نفس السيرفر، واقدر ان انا لما ابعت رساله هنا تظهر لايف على طول في الناحيه الثانيه. كويس قوي. ده مش بين اتنين يوزرز بس، ده بين كل اليوزرز. المفروض ان اي يوزر في الروم دي من الناس دي كلها بيظهر عنده ايه، الشات ده immediately. طيب خلينا ناخد الجزء ده كوبي ونخش مثلا على السفاري ونفتحه. عايزين نفتح يوزر تالت قصدي يعني، عشان نشوف هل الموضوع شغال فعلا كويس ولا لا. هنعمل لوج ان من خلال تيست 2 مثلا او تيست 1. اوكي احنا فتحنا التيست هناك وعليه، خلينا نعمل تيست 1 هنا. كويس قوي، ونعمل ساين ان نوت ناو، ندخل لروم واحد. كويس قوي، وندخل لجزء الشات. خلينا مينيمايز الموضوع هنا، نفتح جزء الشات كده، وخلينا نمينيمايز الموضوع هنا عشان يبقى كلهم جنب بعض. يلا يا ولد، عيب يا ولد، عيب يا ولد. الله، الله، تمام كده كويس سنك. ماشي. لا مينيمايز دي زيادة عن اللزوم، كنتش أعرف إن الموضوع صعب كده. ماشي كويس أوي. أعتقد إن إحنا كده فاتحين 3 chats جنب بعض. كويس كده، أنا عندي 3 users كلهم مختلفين. هعمل ريفرش في كل واحد فيهم عشان أكون متأكد إن كل حاجة شغالة تمام. هعمل ريفرش هنا برضو. أوكي، وخلينا ندخل في جزء الشات في كل يوزر. ادخل يا ولد، وأنت كمان ادخل. تمام. لو لاحظت في حاجة مهمة جدا، ودي حاجة كويسة وبتبقى موجودة في كل الشاتس عموما، إن الرسالة اللي بيبعتها اليوزر بتكون مختلفة عن باقي الرسائل اللي جاية له من اليوزرز التانيين. فلو لاحظت اليوزر ده كان باعت hello I am test. أوكي تمام، ظاهرة هنا واللون الأبيض وخلفيتها خضراء، ظاهرة هنا باللون الأخضر وخلفيتها خلفيتها خضراء وباللون الأبيض، وظاهرة هنا اللي هو اليوزر اللي بعت الرسالة باللون الرمادي الرسالة. كويس أوي. فخلينا هنا نبعت مثلا رسالة ونقول hello I am test 1. hello I am test 1. اوكي تمام، المفروض ان هي الحمد لله ظهرت في كل السيشنز، او قصدي ظهرت عند كل الكلاينتس في الشات في نفس الوقت. وكذلك الامر لو انا بعت من هنا hello test 1 welcome. حلو قوي، الموضوع شغال زي الفل. وكذلك لو بعت من هنا، فمش عايزين نعيد القصيدة من الاول. تمام كده، المفروض ان البروجكت بتاعنا done. ايه اللي المفروض تشوفه تاني؟ اعتقد ان احنا عايزين نبص بصه على جزء الادمن. انا كنت فاتحه هنا
مش فاكر هو راح فين. أيوه بالضبط، كويس أوي إن هو هيفتحه لوحده. أنا باستخدم جاسمine. الdashboard بتاعتي أول ما بافتحها بيلاقي الusers وعندي الchat وعندي الroom، دي الdatabase بتاعتي أو دي الfields، قصدي دي الtables اللي عندي، كل table بيكون فيه fields. ممكن نبُص بصّة على الكود عشان نبقى شايفين الدنيا ماشية إزاي. لو أنت front end مش back end، أعتقد لحد هنا أنت الجزء بتاعك انتهى. فكرة إن أنت تشوف الproject شغال إزاي، الfunctionality بتاعته شغالة إزاي، فإن أنت تشوف الجزء الfront end فتعرف تنفذه لو أنت عايز تعمله يعني. لكن لو أنت back end فأعتقد إن الجزء اللي جاي مهم بالنسبة لك جامد. فخلّينا نstop السيرفر ونعمل ls نشوف إحنا موجودين فين. أوكي كويس، إحنا موجودين في المسار الصحيح. هنعمل code dot. كويس. ماشي. تمام، إحنا كده وقّفنا السيرفر ودخلنا على الvisual studio code. خلّينا نقفل الصفحات دي كلّها. كويس أوي، ماشي. ونقفل الكلام ده ونقفل الكلام ده. تمام كويس أوي. دي الملفات بتاعتي. عندي أول حاجة app اسمه accounts، وعندي app اسمه chat، وعندي app اسمه row. تمام كده، وعندي app تاني اسمه to do. تمام، كويس أوي. ليه عندي static files؟ المفروض إن هي بتظهر بعد أنت في مرحلة الproduction. طيب دي بتظهر هنا لإن أنت لمّا بتعوز تrun السيرفر عن طريق Daphne مش الdefault server اللي هو الlocal server بتاع Python، بتعوز تعمل collect static، الcommand بتاع collect static اللي المفروض بيتعمل في عملية الproduction أو في عملية الdeployment. فأنا هنا عملته، فعشان كده ملف الstatic files ظاهر عندي. كويس أوي. في ملف الaccounts هالاقي عندي في الmodels لو دخلت عليها اللي هي الdatabase بتاعتي، هالاقي user، الموديل اللي اسمه user عامل abstract من الuser بتاع Django الdefault، فباخد منه شوية مميزات وباضيف له أنا شوية حاجات. هو كده عنده email، فأنا مش عارف أنا ضِفته ليه بصراحة. وعندي image field الimage موجود برضه. خلّينا نundo. وبيحط default صورة أو default image لو هو الuser ما حطّش الimage بتاعته أو ما غيّرهاش، بيحط له هو حاجة اسمها الdefault profile.png. ده مسار المفروض أنا حاطط الصورة دي في مكان معيّن هنا، تكون موجودة في الstatic files هنا، في الimages بتكون هي دي. تمام، ده بالنسبة للuser. تمام، لجزء الviews مش هادخل في تفاصيل ليها علاقة بالviews أو الfunctions أو إزاي الlogic بتاعي شغال. أنا هاسيب لك كده الproject هارفعه لك على GitHub، تقدر تبُص عليه وتشوفه، و تبُص على الكود كله زي ما تحب. هتلاقي في جزء الaccounts أي حاجة ليها علاقة بالlogin والlogout أو الauthentication عمومًا، هتلاقي عملية الauthentication كلها شغالة هنا في جزء الviews بتاع آدي الaccounts. ماشي. و لو دخلت على app الroom هتلاقي في جزء الmodel هتلاقي طبعًا الmodel اللي اسمه room، وهتلاقي كمان زي ما قُلت لك في function أنا كنا عاملينها اللي هي الgenerate random ID، وجينا استخدمناها هنا في الroom ID. فهتلاقي برضه في جزء الmodels الحاجات اللي ليها علاقة بالroom كلّها. وأكتر حاجة حلوة في الproject ده إن هو بيعوّدك إزاي تتعامل مع relationships. فمثلًا على سبيل المثال أنا هنا باستخدم مع الmembers جوّه الroom الmany to many field. ده معناه إيه؟ ده معناه إن الmember ده ممكن يكون في أكتر من room، وممكن الroom يكون فيها أكتر من member، فبالتالي دي relationship many to many، كتير لكتير يعني. بتاخد طبعًا الuser اللي هو الmember بتاعي. كويس أوي. الadmin الadmin بياخد foreign key. ليه بقى foreign key؟ لإن الuser ينفع يكون admin في أي room، يبقى الuser ينفع يكون admin في أي room، لكن ما ينفعش الroom يكون فيها أكتر من admin، لازمًا يكون فيها admin واحد بس. فبالتالي هنا أنا باخد relationship foreign key، فدي حاجة حلوة. فالproject ده فعلًا بيضبّط حتّة الrelationships عندك لو هي مش واضحة، في نفس الوقت بتكون بسيطة هنا مش complicated زي الprojects الكبيرة، فبيكون الموضوع بسيط بالنسبة لك. ده بالنسبة لجزء الmodels في الrooms. خلّينا ندخل على جزء الviews، وده هتلاقي فيه إن هو بيshow الhome page بس، وكمان بيعمل حتّة الroom completed والّا لأ، وإن أنت إزاي تjoin الroom، وهل الroom not completed بيتشيك يعني، والroom log out. فالfunctionality ممكن تبقى تبُص عليها أنت بنفسك، ما فيش مشكلة عادي. كده زي ما قُلت لك هاسيب لك الكود تبُص عليه كلّه. كمان جزء الto do. أولًا خلّينا نبُص على الmodels والviews زي ما قُلنا. حلو. جزء الto do هتلاقي الtitle، وهتلاقي هل هي is complete والّا لأ، وهتلاقي ليها علاقة بالroom. ليه بقى؟ لإن أنت إيه اللي المفروض يعرّفني إن الto do's اللي موجودة دي هي بتاعة الroom دي بس مش أي room تانية، هي الrelationship دي بقى.
المفروض إن الrelationship بتاعتها تبقى موجودة مع الroom وforeign key. لأ، هي مش هينفع تكون foreign key. المفروض إن الroom يكون فيها أكتر من to do، وممكن الto do تتكرر في أكتر من room، صح كده؟ فأعتقد إن العلاقة المناسبة هنا مش هتبقى foreign key اللي هي one to many، المفروض تكون many to many، فدي غلطة أعتقد يعني. الناس اللي فاهمة برضه ممكن تبقى تcomment عليها يعني، بس هي المفروض تكون many to many مش one to many اللي هي foreign key. أوكي، مش موضوعنا دلوقتي. أنت كده ممكن تبقى تعيد الfunctionality بتاعتها، أو ممكن تبقى تشوف يعني أو تضبط. هي ما ظهرتش معايا أي مشاكل ليها بصراحة. عندي ملف الviews بيكون فيه جزء إن أنا add to do، وجزء اللي أنا أحدد هل هي is done والّا لأ، يعني هل هي completed والّا مش completed. بابعت هنا الdata في شكل JSON، وبرضه لمّا باجي أستقبل data باستقبلها في شكل JSON. طبعًا الجزء بتاع الJavaScript هنا مش أجمد حاجة ومش advanced أوي. في project تاني بتاع JavaScript هابقى أعمل له برضه فيديو سريع كده showcase، وهابقى أرفعه على GitHub إن شاء الله. project to do هو مش لإن هو يكون عملي، ولكن إن هو يكون بيوضّح التعامل مع الJavaScript من خلال الbackend، وإزاي أتعامل مع الend points بتاعتي، أو إن أنا أfetch في الend points بتاعتي، إن أنا أfetch functions في الbackend. كويس أوي، ده بالنسبة لجزء الto do. زي ما أنت شايف برضه الtemplates متقسّمة، سواء ملف الtemplates الأساسي اللي فيه الbase وفيه الhome وفيه الnav، وبعد كده كل جزء بياخد الtemplates بتاعته. فلو دخلت على الto do add to do هالاقي الملف بتاع الtemplates فيه to dos partials، وهالاقي جزء الcreate اللي فيه ملف الto do بتاع الHTML، وفيه ملف الJS بتاع الJavaScript، وهالاقي جزء الto do اللي هيلاقي فيه جزء الto do اللي هو بيكون فيه to do list، مش جزء الcreate اللي هو بتاع الadd task، وهالاقي فيه جزء الfunctions بتاع الJavaScript. تمام كده. بس ده كان الفيديو، أتمنى تكون استفدت، سواء كنت أنت front end أو back end، أو حتى حد داخل يشوف الproject على إنه showcase مش أكتر. فإن شاء الله في الفيديو الجاي هنوضح project تاني بتفاصيل تانية وبشكل مختلف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.